النهارده يا شباب هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير باسورد الواي فاي، ونقدر نغير اسم شبكة الواي فاي، ونعمل اخفاء لشبكة الواي فاي، ونشيل كلمة اورنج المزعجة من شبكة الواي فاي. طبعا انتوا كده فهمتوا احنا هنتكلم عن شركة ايه، والراوتر هيكون خاص بشركة ايه. طبعا الراوتر هيكون خاص بشركة اورنج، والاعدادات اللي احنا هنعملها لشركة اورنج طبعا هيكون موديل الراوتر. الموديل بتاع الراوتر هيكون اتش 188 ايه، سواء بقى عندك في شركة اورنج، فودافون، اتصالات، فهي نفس الخطوات. اول حاجة هنفتح متصفح بالشكل ده سواء من على الكمبيوتر او من على الموبايل. تمام، وهنبدأ نكتب 192.168.1.1 وهنقول انتر. هيبدأ يفتح معانا صفحة الراوتر بالشكل ده. تمام، لو لاحظنا هنا بيقول لك ويلكم تو اتش 188 اي بليز لوج ان، يعني ادخل. تمام، طبعا هنا بيطلب مني يوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم في ظهر الراوتر. امسك الراوتر بتاعك واقلبه في الظهر كده، هتلاقي حاجة اسمها يوزر نيم وباسورد. هنبدأ نكتبهم في المكان ده، هنكتبهم ونرجع لكم تاني. بعد ما كتبناهم يا شباب هنبدأ نضغط على لوج ان. هيبدأ يفتح معايا الراوتر بالشكل ده. تمام، بعد كده نبدأ نضغط على لوكال نتورك، وبعد كده نضغط على دبليو لان. بعد كده من دبليو لان هنبدأ نضغط، بعد كده من دبليو لان هنبدأ نضغط على دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن. هنبدأ نضغط عليه بالشكل ده، هيبدأ يفتح معانا الشبكات بالشكل ده. طبعا الراوتر بتاعنا بيبث شبكتين، شبكة 2.4 وشبكة 5 جيجا هرتز. تمام، طبعا كل الشبكات موجوده هنا. طبعا انا بستخدم شبكه واحده اللي هي دبليو لان 2.4. تمام، والتانيه برضو مفتوحه، انا عايز اقفلها عايز افتحها ولكن انا سايبها مفتوحه. انت على حسب ما انت بتشغل الشبكتين فانت هتبدا تعمل الاعدادات على الشبكتين. انا بالنسبه لي هقفل ال5 واخلي ال2.4. تمام، بعد كده هنيجي هنا جايب لي تلقائي الراوتر مختار لي اس اس اي دي واحد. لو ضغطنا كده هتلاقي كلمه اورنج المزعجه موجوده. طيب انا عايز بقى اشيل الكلمه بتاع اورنج دي، مش عايزها تظهر معايا في الشبكه، بحيث ان انا لو حبيت اعمل اخفاء للشبكه ما يكونش اقعد اكتب اورنج وبعد كده داش اللي هي الشرطه وبعد كده ابدا اكتب الاسم اللي انا كاتبه. لا، تمام، احنا كل اللي علينا عشان نخفي كلمه اورنج من الشبكه بتاعتنا، كل اللي علينا هنبدا نعمل اوف على شبكه اس اس اي دي واحد. تمام، عملنا ايه؟ اوف على شبكه اس اس اي دي واحد. تمام، هنا بقى انت عندك شبكه اس اس اي دي 2 وعندك 3 وعندك 4 في البوينت في ال 2.4. تمام، اللي هي الشبكه الاولى. تمام، لو انت فتح الشبكات الثانيه برضو هتبدا تلاقي عندك 5 اس اس اي دي 5 و6 و7 و8. تمام، فكل اللي علينا هنختار حاجه من الاثنين. تمام، طبعا زي ما انتم شايفين كده انا قافل دبليو لان اللي هي الشبكه بتاعه 5 جي. تمام، كل اللي عليا اللي انا فاتح 2.4. تمام، شبكه واحده. تمام، فانا قدامي الاختيارات. انا كده قفلت اس اس اي دي واحد عشان اخفي كلمه اورنج المزعجه من اسم الشبكه. كده انا عملت اوف لاس اس اي دي واحد. تمام، فانا قدامي دلوقتي لما اختار اس اس اي دي 2 او 3 او 4. تمام، فانا هختار اي واحده من دول. مثلا انا حبيت اختار 2، ابدا اختار 2 واعمل على الاعدادات 3 او 4. تمام، انا مثلا لو جيت اخترت رقم 3 مثلا. تمام، هنا بيقول لك اس اس اي دي نيم. اس اس اي دي نيم ده اسم الشبكه اللي هي اس اس اي دي 3. فانا ممكن اجي اكتبها مثلا وليكن احمد. احمد. تمام، انا كده غيرت اسم الشبكه بتاعتي من اس اس اي دي 3 الى اسم احمد. تمام، لو لاحظت هتلاقي احمد بس اللي هيظهر معاك في اسم الشبكه. لو لاحظت هنا كان في مفيش كلمه اورنج، كده احنا عملنا اخفاء لكلمه اورنج من اسم شبكه الواي فاي. يعني انت لو جينا في شبكه واحد هتبص هتلاقي اورنج داش وبعد كده الاسم. طيب لو رحنا قافلين رقم واحد وجينا على الرقم سواء 2 او 3 او 4 اللي هي اسم الشبكه اس اس اي دي 1 اس اس اي دي 2 او 3 او 4، مش هتلاقي كلمه اورنج هنا. كده بالظبط احنا عملنا اول خطوه اللي احنا شلنا كلمه اورنج من اسم الشبكه. كده احنا عملنا اخفاء لكلمه اورنج المزعجه من اسم الشبكه بتاعتنا. تمام، هنا طبعا زي ما احنا قلنا كده الاسم هيظهر احمد. تمام، طيب انا بعد كده عايز اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي. عايز اعمل اخفاء لشبكه
شبكه الواي فاي هاجي هنا على اس اس اي دي هايد. تمام، هنبدا نعمل اون. اس اس اي دي هايد دي عملنا عليها اون، كان الاول اوف وعملنا دلوقتي اون دي، يبقى انت كده عملت اخفاء لشبكه الواي فاي، عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. تمام، هنيجي هنا للحمايه اللي هي رقم 3، هنبدا نختار اخر حمايه. تمام، بعد كده يا شباب هنيجي لاخر حاجه وهو الباسورد. لو لاحظت هنا عندك الباسورد هتلاقيه نقط. طيب انا دلوقتي كتبت مثلا باسورد، طب انا مش عارف انا كتبت ايه، حرف زياده حرف ناقص، فانا بالتالي خايف اعمل حفظ اجي افتح ما يفتحش معايا. تمام، كل اللي عليها هضغط على المربع ده اقول شو باسورد، هيبدا يظهر لي الباسورد اللي انا كتبته. تمام، يبقى انا عرفت انا كتبت ايه. انا ممكن اجي اكتب مثلا باسورد وليكن احمد. تمام، وهعمل شباك 1 2 3، بعد كده هعمل شباك تاني واعمل حرف الايه كبير مع مثلا حرف الايه صغير. مثلا عملت الشبكه بتاعتي. تمام، بعد ما عملت الشبكه بتاعتي هبدا اضغط على ابلاي، يبقى انا كده حفظت ايه الشبكه بتاعتي. يعني لو عملت كده ابلاي كده انا حفظت البيانات. تمام، طيب في ملحوظه، نصيحة مني، لو هتعمل إخفاء لشبكة الواي فاي خليها حرف أو حرفين، بحيث لما تيجي تعمل إضافة شبكة يدوي ما تبدأش تكتب أحمد AHMED الكلام ده كله، لا، طالما عملت إخفاء لشبكة الواي فاي نصيحة مني خليها حرف واحد مثلا أو حرفين، يعني مثلا حرف الA أو حرفين A مثلا، بحيث لما تيجي تكتب اسم شبكة الواي فاي ما تاخدش معاك وقت. تمام، يعني أنا بالنسبة ممكن أخليها حرف واحد وأقول ابلاي. تمام، انا كده عملت الشبكه بتاعتي وعملت الاعدادات. طيب بعد ما عملت الاعدادات انا دلوقتي عملت الخطوات دي وجيت ابحث على الموبايل ما لقيتش الشبكه، عملت اضافه شبكه وكتبت حرف الايه برضو مش عايزه تظهر مش عايزه تظهر معاك لانك انت نسيت اهم خطوه. لازم بعد ما تعمل الاعدادات دي لازم تكون مفعل الشبكه اس اس اي دي 3 تعمل لها اون، لان هي كده لو معموله اوف هتكون مقفوله، فانت لازم تحدد على اون انها تبقى مفتوحه وتعمل ابلاي. تمام، بالشكل ده كده. تمام، بعد كده هتلاحظ هتلاقي هنا اس اس اي دي 3 معمول عليها اون، فانت بالتالي مبروك عليك كده، انت عملت الاعدادات بشكل سليم والنت كده يشتغل معاك، وكلمة اورنج المزعجة هتختفي معاك، واسم الشبكة اتغير، وغيرت الباسورد، وعملت اخفاء لشبكة الواي فاي. اتمنى اكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.